مرت نص سنة على حرب غزة، نص سنة فيها مفاوضات وفيها مشاورات وفيها مشاورات على ادخال مساعدات وعلى اسقاط جوي، واكيد يعني عشرتوا معنا القصص هذه كلها. واجا رمضان وهي العيد كمان داخل على الابواب، وكل اشي زي ما هو، مجرد حكي في الهواء او حبر على ورق زي ما بقولوا. اجا العيد على اهل غزة زي ما انتم شايفين، بالدمار وبالفقد وبالحرمان. العيد معروف للمة، العيد للمة وللجمعة وللأحباب وللأصحاب ولصلة الرحم وللمودة. لما بيجي العيد احنا اليوم بنتذكر شو؟ بنتذكر الأسير اللي راح، الجريح اللي كان بصحته وعافيته، الشهيد اللي أصلا راح ومش موجود بالمرة. فالعيد، العيد ورمضان والمناسبات هذه تألمنا أكتر احنا الغزة، عن جد بنتألم فيها أكتر، لأنه بنتذكر الناس اللي فقدناها، بنتذكر بيوتنا اللي كنا نعيد فيها ونجتمع فيها كلها راحت، بنتذكر الشوارع، بنتذكر الأماكن اللي احنا كنا بنطلع عليها بننزل عليها، بنتذكر إنه زي اليوم كنا نروح نحلق الحلاق يكون مليان. فهذه الشغلات كلها احنا فقدناها، مش موجودة حاليا، ما حدا مهتم لا إنه يحلق شعره، لا إنه يحلق دقنه، لا إنه يشتري أواعي جديدة، لا في أماكن إنك تطلع عليها. حتى الناس اللي أنت بتصل رحمك عليه معاهم أنت مش عارف تصل لهم ولا عارف وين هم. فخير الكلام ما قل ودل، مش حابب اطول عليكم. دعواتكم لاهل غزة، دعواتكم إلنا، كل عام والجميع بخير ان شاء الله. كل الحب.